قام وفد من فعاليات منطقة ببنين وعائلة سعد الدين بزيارة الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري في بيت الوسط لتقديم الشكر للرئيس سعد الحريري على رعايته إنجاز الصلح ما بين عائلة سعد الدين وآل الرفاعي في حضور النائب السابق مصطفى هاشم ومنسق عام القيطع في التيار سامر حدارة. انتوا جايين من منطقة عزيزة على قلبنا، وبعز علينا انه ما قدر الرئيس الشهيد رفيق الحريري يزورها، ولكن نحن قد ما فينا بنضلنا بنقول عكار نسبة للوصية اللي خليها الرئيس مع الشيخ سعد انه يكون في اهتمام لهالمنطقة اللي حرمت على مدى كل السنين. طبعا هذه المنطقة اشتغل فيها النظام السوري بشكل خبيث انه يفرق العيال بين بعضها حتى يضل هو لاقط الخيط. علينا نحن طبعا اذا تلقفنا اي مشكل وقادرين نحله، في واجب شرعي علينا وديني اولا، وبعدين في واجب انه مدني اخلاقي نقدر يعني نحقن الدم. وتحدث باسم الوفد أحمد سعد الدين الذي اعتبر أن رعاية هذا الصلح هو بمثابة دين في أعناقنا لبيت الرئيس الشهيد رفيق الحريري.